في قريتنا الصغيرة كان في بيت قديم واقف في آخر البلد. بيت مظلم شبابيكه مكسورة والناس كلها بتخاف تعدي صاده. بيقولوا إن أي حد جرب يدخل البيت عمره ما خرج منه زي ما دخل. وحكايتنا النهاردة عن سر الشيخ الغامض. البيت ده من زمان وهو معروف إنه مسكون. ناس بتحكي إنها سمعت صرخات بالليل، وناس بتحلف إنها شافت خيالات ماشية جواه. والأغرب إن كل اللي حاول يشتري البيت أو يسكنه اتعرض لحوادث غريبة. سامي شاب جامعي لسه راجع من السفر، قعد سنين دراسة. قلبه جامد وما بيخافش من الكلام اللي بيقوله الناس. أول ما رجع شاف البيت وقرر يتحداهم كلهم. هشتري البيت ده وهوريكم إن دي كلها إشاعات. انت مجنون؟ البيت ده مفيش حد بيقرب له، خرافات. استنوا وهتشوفوا. أول ليلة قضاها سامي جوه البيت حس بخطوات فوق السطح. طلع بسرعة لقى المكان فاضي. رجع عشان ينام، لقى باب الأوضة بيتفتح ويقفل لوحده. وفجأة سمع همس بصوت ست. سامي. قلبه دق بسرعة، لكنه حاول يقنع نفسه إنها أوهام. جاني يوم الصبح لقى راجل عجوز واقف قصاد البيت، لابس جلابية سودة، دقنه بيضة طويلة وعينه بتلمع. قال له: انت اللي اشتريت البيت؟ ايوه. خير؟ خلي بالك البيت ده معمول عليه عهد، واللي يدخله من غير اذن عمره ما يخرج زي ما دخل. سامي اتجمد مكانه، وقبل ما يلحق يسأله الراجل اختفى قدامه زي الدخان. اليوم اللي بعده سامي لقى صندوق قديم في المخزن. فتحه لقى جواه كتاب جلده أسود. أول ما مسكه سمع صوت في ودنه: اقرأ وكمل اللي بدأناه. سامي خايف جري على الشيخ صابر، راجل طيب معروف في القرية. أول ما شاف الكتاب وشه اتغير. انت جبت الكارثة برجليك، ده كتاب الشيخ منصور، واحد من أخطر الدجالين اللي عاشوا هنا. الحل الوحيد جلسة عشان نكسر العهد، بس الجلسة خطر، ممكن تروح فيها. في نص الليل الشيخ صابر وسامي بدأوا الجلسة. البيت كله بيتهز، أبواب بتترزع وضحكات أطفال بتملى المكان. وفجأة ظهرت ست لابسة أبيض، شعرها سايب وعينيها سودة.
البيت مش هيتساب، الدم اللي سال هنا مش هيتنسي. وفجأة ظهر قدامهم راجل نص وشه محروق، عينه حمرا زي الجمر. كان الشيخ منصور بنفسه، رجع من عالم تاني. انت ليه بتدور على سري؟ انا مش قصدي. مفيش قصدي، من النهاردة انت جزء من البيت. الشيخ صابر رمى المية المقروءة عليها. منصور صرخ صرخة رجت البيت كله، ووشه بدأ يسيح زي الشمع. لكن قبل ما يختفي بص لسامي وقال: هتقابلني تاني في حلمك وفي موتك. الصبح لقوا سامي مرمي بره البيت، عينه حمرا ولسانه مربوط مش قادر يتكلم. بعد أيام اختفى تماما، وبدأ الناس تحكي إن أي حد يعدي من قدام البيت بالليل يسمع صوت سامي بيصرخ: سامي، سيبوني أنا لسه عايش جوه. وسر الشيخ الغامض لسه موجود، والبيت لسه زي ما هو. السؤال بقى، لو انت اتحديت ودخلت البيت هتخرج ولا هتفضل جواه للأبد؟